هنجيب كيس مكرونه سباكيتي وننزل بيه في الميه المغليه بالشكل ده، ونسيبه يتسلق حوالي 7 دقايق وهصفيه. وبعد كده هجيب الطاسه انزل بمعلقتين زيت ذره، وهكون محضره صدر فرخه هقطعه شرايح رفيعه وانزل بيها على الزيت بالشكل ده اول ما يسخن. وبعد كده هنزل بالتوابل اللي عندي: فلفل اسود، سنه قرفه، شويه جنزبيل، شويه ملح، وهقلبهم فيها واسيبها لما ميتها تنشف خالص معايا. بعد ما تدخل في السوا كده اجهز بقى بصلايه متقطعه شرايح وانزل بيها عليهم، ونص معلقه توم مفروم، واكون مجهزه بقى قرن فلفل اخضر وفلفل احمر وشرايح زيتون اسود، واقلبهم معاها كويس قوي. وبعد كده معلقه معجون صلصه وهقلبها معاهم، واكون مجهزه عصير الطماطم بتاعي هنزل بيها عليهم حوالي كيلو طماطم معصوره، واقلبها فيها لغايه ما تتسبك بالشكل ده. هتحس انها تقلت معايا ازودها نص كوبايه ميه عشان اخففها شويه. وخلاص كده بقى المكرونه ابدا اقلبها في معلقه سمنه بلدي عشان تديني طعم وريحه حلوه كده وتسخن معايا، واغرفها في الطبق بالشكل الجميل ده. اكله سهله وبسيطه وسريعه، مش هتاخد اكتر من 10 دقايق معاكي، والريحه بقى تحفه تحفه بجد، وطعمها كمان يجنن. ويا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد مع اكله هنيه.